بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. معكم أميرة في قناة زي العسل. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل كحك العيد، ان شاء الله ينال اعجابكم ويطلع بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انتم شايفينه معانا كده. خليكم معانا، هنروح للمكونات. اول حاجة هنعملها هنجيب الدقيق. احنا هنقول المعايير بتاعت كيلو دقيق. كيلو دقيق هنضيف عليه معلقتين سمسم كبار و3 معالق سكر، وهنضيف كمان ريحة الكحك، معلقة كبيرة ريحة الكحك، ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ومعلقة كبيرة خميرة فورية. المعلقة ممكن يبقى كيس خميرة فورية. هنقلب المواد الجافة مع بعضها كويس. طبعا لو انت هتعملي كمية اكبر انت هتضاعفي الكمية. هنقلب المواد الجافة كويس جدا مع بعض، وبعدين هنضيف كمان ذرة ملح، ذرة ملح وذرة الملح. وبعد كده هنجيب كيلو دقيق بياخد نص كيلو سمنة. المعيار المظبوط كيلو الدقيق نص كيلو سمنة. انا هنا السمنة قدحت والمفروض بتنزل على الدقيق، بتلاقي الفوران كده كده. انت وصلت للدرجة المفروض اللي هي التمام للكحك. لو وصلت معايا للمرحلة دي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. انا هنا خلصت الكمية بتاعت السمنة. هنبتدي بقى نبس العجين او نخلي السمنة تخش مع الدقيق كويس. انا بقلب كويس مع الدقيق مع السمنة لغاية ما الدقيق يشرب السمنة كويس. المفروض ان هو انا اعمله بايدي، بس عشان طبعا سخن شوية هقلب بالمعلقة شوية وبعد كده هشتغل بايدي. هخلي الدقيق يشرب السمنة كويس ويخش فيها كويس. وكل كيلو دقيق عليه كوباية مية. كوباية المية دي بتتضاف في الاخر. كوباية المية دي بتتضاف في الاخر. لازم نخلي العجين الدقيق يشرب السمنة كويس. انا بس دلوقتي بخليه يبرد شوية وبعد كده هشتغل بايدي. هدعكم مع بعض كويس زي ما انتوا شايفين كده. انا دعكته كويس وبقى زي ما انتوا شايفين السمنة مع الدقيق كويسة جدا. اول ما اوصل للمرحلة دي اللي هو الدقيق يشرب السمنة كويس ويبقى معجون مع بعض تمام كده، هنضيف كوباية المية اللي احنا قلنا عليها. ممكن تضيفي مكان كوباية المية دي كوباية لبن رايب او كوباية لبن عادي او كوباية زبادي. الطريقة المتعارف عليها اللي هي كوباية مية بس. ينفع تضيفي اي حاجة انت حباها. هنعجنهم ويبقى معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفينه كده. عجينة بقت طرية ولينة في ايدي، بتتشكل طبعا الشكل اللي انتوا عايزينه. نقول مع بعض تاني مكونات كيلو دقيق. كيلو دقيق بياخد نص كيلو سمنة، معلقتين سمسم، كيس خميرة فورية، معلقة ريحة الكحك، ذرة ملح، كوباية مية. ونبتدي السمنة طبعا تغلي، وانتوا شفتوا الطريقة معانا بنعملها ازاي. دلوقتي احنا بننقش الكحك بطريقة جديدة زي ما انتوا شايفينها كده بالسكينة، يديني شكل المثلثات. او تجيب البصامة، بس دي شكلها اشيك. يعني البصامة ممكن الرسمة بتاعتها ما بتبقاش ظاهرة قوي. هنعمل مع بعض واحنا كمان. هي بتتعمل خطوط بالعرض كده، وبتيجي من الجنب بتتعمل سمبوكسة او بخط مايل تاني. هتطلع معاكم شكلها حلو قوي، والرسمة هتنيها ظاهرة ومش هتروح. وننقش واحدة كمان بقى بالمنقاش العادي.
طبعا الاشكال والرسومات دي زي ما انت عايزة تعمليها بالمنقاش، تعمليها بالبسطامة، تعمليها بالسكينة زي ما انا عملت. في اشكال كتيرة قوي للنقش، طبعا كل واحد يعمل اللي يريحه. انا هخلصهم مع بعض كده وما اوصل اخبزهم، وبعد كده ان شاء الله اوريهم لكم. زي ما انتوا شايفين معانا كده دي النقشة بالمنقاش. لو وصلت معايا للمرحلة دي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتوا شايفين انا هخلصه وهخبزه وارجع لكم. انا هنا خبزته في الرف الوسطاني، درجة حرارة متوسطة 200. هيطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تسوية مظبوطة. الكحكة معاكم هتلاقوها دايبة ان شاء الله تنال اعجابكم. كل عام وانتم بخير وسنة سعيدة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.